والسلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم معنا حلقة جديدة من قناة قصص الرعب الحقيقية. طبعا قبل اسبوع تذكرون قصة البيت الاول، مو البيت المهجور العراقي في منطقة بابل اللي مسكون جن، اعوذ بالله الشيطان الرجيم. طبعا قبل اسبوع اجى الشيخ على اهل البيت الجدد اللي ما يعرفون قصته وقال لهم كل شي، وفورا تخيلوا بعد يوم تركوا البيت وسط البيت مهجور، وانتشرت القصة يعني سريعا. طبعا ايش اسمه، ورا قصة البيت بيومين ضبط صارت قصة جديدة، قصة لشاب اسمه عامر. هذا الشاب ما يحب المدرسة بسبب المضايقات الحاصلة له، يعني هو شوي فقير وما يأدي أحد فيقولوا له العفو مخبل، وانتشر هذا اللقب عليه بالمدرسة وهو خطير ضايق من نفسه. فهذا الشاب بسبب هاي المضايقات العفو يقولوا له مخبل، ويعني الواحد ما يتحمل. كل ما يروح الصبح المدرسة يقول له مخبل 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 ويأذوه ويشقون وياه. بطل من المدرسة. طبعا بعد ما بطل أصبح مدمنا على الإنترنت. يوم من الأيام قاعد يصفح على اليوتيوب، راح على اليوتيوب العرض النجمي. ما يعرف شنو العرض النجمي، خطية والله. طبعا ما يعرف عرض النجمي، نص حيروح يكتب باليوتيوب عرض النجمي ويطلع ويعرف شنو هو بالجوجل. طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح أختصر القصة مال ايش سوى يعني، لأن والله واحد الوقفة قاعد وماكو روايات وخايف يعني لا تنطق. طبعا سوى عرض النجمي، سوى العرض النجمي. طبعا العرض النجمي عبارة خروج الروح من الجسد، أعوذ بالله، بما أنه هي يعني سعادة بالجن والشياطين حتى يقدر يخرج من الجسد. أستغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خرج من ورجع أتلبسه، أستغفر الله. أخف شباب بس دقيقة واحدة. رجعنا لكم شباب. طبعا بس رحت أكتب إنه والله خايف كلش، لأن عفوا. فعندما سوى العرض النجمي رجع اتلبس الجن. طبعا جو على أهله لقوه نايم وحرقان كلش، لقوه بتليفون العرض النجمي. راحوا صاحوا الشيخ الجامع. طبعا نفس الشيخ اللي شاف البيت، العفو اللي راح على البيت. طبعا قال لهم درس العرض النجمي، ورا يومين قال لهم ابنكم متلبس. طبعا ورا يوم تقريبا الولد خنق أخته، بس الحمد لله ما ماتت، لاقوا عليها. طبعا هو بدأ يسوي أشياء غريبة غاية. طبعا بعد فترة قصيرة يعني وما ضبط إنه هي أول بارحة. طبعا الشاب والمكتئب كلش، وجابوا للشيخ وما قدروا يطلعوه من العلاج. طبعا أول بارحة ضبط الشاب عامل خطية، انتحر. اي نعم انتحر. طبعا يعني صارت بيه حالة نفسية، والجن متلبسه، الجن خلاه ينتحر. طبعا والله خطير، قهرت عليه كلش. هو يعني أنا أعرفه كان إنسان طيب كلش وفقير وما عنده أذية لأي أحد، قهرت عليه. والبارحة الدفتر مالته. طبعا شباب والله يعني هاي أسباب، هاي من يتحمل مسؤوليتها؟ سبب من؟ والله سبب هذول اللي ضايقوه بالمدرسة. هاي كلها حرام عليهم، خطية، وقع برقبتهم يعني، خطية والله. هاي وأنصح كل واحد يوقف الإدمان على الإنترنت. وكرر والله القصة حقيقية ولا حد يعني، واللي ما يصدق يروح بابل. اي نعم القصة صارت ببابل، ويسأل قولهم بس الشاب عامر شنو قصته، راح يقول لكم. يعني انتشرت بسرعة كبيرة القصة. طبعا من خطأ يعني هو مات والجن بقى بتلبس بيها. تخيل، استغفر الله. لا شيطان رجيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا شباب انتو دائما تسمعون صوتي، هذا مو صوتي الحقيقي. طبعا أنا أسوي بالمونتاج أسرع وغيره. أنا عمري 23 سنة، بس يعني أسوي صوت سريع بالمونتاج حتى لا تملون وغيره شوي. طبعا أتمنى اشتراك ولايك حتى أنزل لكم قصص جديدة وحقيقية. اي نعم أكرر، حقيقية والله. من نقص 3000 مشترك بعش راح أسوي.
أجيب لكم أحدث القصص وأقواهن. أتمنى كل واحد منكم يعطي لايك، واللي عنده قصص حقيقية خليه يبهرنا حتى بالفيديو الجاي. طبعا اكتبوا لي قصص عندكم إذا حقيقية فقط، حقيقية في التعليقات، حتى بالفيديو الجاي أقولها القصة. طبعا أرجو الاشتراك مثل ما قلت لكم. تحياتي محمد الغامدي، مع السلامة. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت.